هو طبيعي لمّا يكون رجل أعمال بيدعم نادي، والنادي ده عرض لاعب للبيع أو للإعارة بسبب سوء سلوكه، يروح رجل الأعمال ده منزّل بوست إن اللاعب ده ما يمشيش، يروح النادي راجع في قراره؟ يعني هل ده طبيعي؟ هل ده صح؟ المشكلة بقى في إيه؟ إن محبين النادي لمّا كانوا بيطلعوا ببرامج كانوا بيقولوا لازم يمشي ولازم يطلع إعارة والكلام ده، بعد البوست اللي نزل ده قالوا لأ ما يمشيش مش عشان غلط غلطة يمشي. والله العظيم، مش أنتم اللي كنتم بتقولوا لأ لازم يمشي وما ينفعش والنادي ومش عارف إيه؟ هم فاكرين إن اللاعب ده لو مشى هييجي الأهلي، مع إن الأهلي مش هيجيب لاعب مش منضبط، حتى لو الأهلي محتاجه مش هيجيبه. وعايز أقول حاجة بس للاعب ده، احمد ربنا على اللي أنت فيه، احمد ربنا على اللي أنت وصلت له، في لعيبة كتير نفسها بس تعدّي من قدّام النادي، سواء زمالك أو أهلي، فلمّا أنت تكون بتلعب في الزمالك أو في الأهلي وتتدلّع وتسهر وتفكك من التمرين وتفكك من فترة الإعداد، حرام عليك، في لعيبة تتمنى إن هي تتمرّن بس في المكان ده، السلام.